السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، كل عام وأنتم بألف خير. تعالوا النهاردة نعمل أكلة لذيذة وظريفة متاخدش ولا وقت ولا مجهود في المطبخ ولا تبهدلي مواعين كتير، وفي 10 دقايق إن شاء الله تكوني مخلصاها. يلا نشوف. عندي هنا كيلو فراخ متقطعة شرايح، وعندي هنا وok فيها معلقتين زيت. عايز تحطي سمنة حطي. بنزل بالفراخ على زيت سخن، يبقى الزيت سخن جدا والنار عالية عشان ما تنزلش معايا أي سوائل. طبعا الفراخ متصفية ومغسولة ونظيفة جدا. هنزل بكل الكمية، وأول ما تتشمع كده هقلبها. أول ما تتشمع بس أروح جاية نازلة عليها بالتوابل، ملح وفلفل وبابريكا وجوز الطيب وحبة قرفة صغيرين حسب الرغبة، يعني أنا بحبها. هنزل عليهم وهخلي كل الفراخ تاخد من التتبيلة اللي حطيتها دي، من التوابل الحلوة دي تشرب منها كويس. اول ما اتاكد انها خلاص كلها اتبلت في بعض واتشوحت وخلاص، يعني هنزل ببصلايه مفرومه وفصين توم مفرومين ناعم، وهقلبهم مع بعض يتجانسوا كده ويتشربوا مع بعض. البصله تشرب من التوابل وتدبل كمان شويه، اتاكد انها دبلت يعني. والثوم ريحته طلعت خالص كانه اتحمص كمان. هنزل على طول بشويه مشروم متقطع، مشروم فريش. بيتمسح كده بس مش بيتغسل يا جماعه، وبنمسحه بمناديل مطبخ وبنقطعه شرايح لو متاح عندك فريش. لو مفيش مشروم ممكن تحطي خضار عادي، اي خضار انت حباه يعني في الاكله. بس بقلب لحد ما اتاكد ان الخضار كله كل حاجه خلاص استوت، مشروم وفراخ وبصل وكله. هنزل بقى بمعلقتين دقيق وهقلبهم كويس جدا في كل المكونات دي، بس ريحه الدقيق تروح، اتاكد انها راحت يعني، وكل مش باين اي معالم من الدقيق. هنزل بنص لتر لبن، نص لتر حليب، نص لتر بس، ولو انا حسيت ان هي محتاجه هحط لها ميه عادي. هقلب وتاخد كده غلوتين 3، وبعد كده هطفي عليها. بطفي عليها وهي سايله في ايدي كده زي ما حضراتكم شايفين، وهي بعد كده هتتقل لوحدها. بس وكده الاكله خلصت. خدتش معايا نص ساعه هي والرز. والاكله دي تبقى حلوه جدا في رمضان، سهله وسريعه وكلتي بروتين وما بهدلناش مواعين كتير. شويه سلطه وشويه مخلل، احلى اكله. يا رب تكون الوصفه عجبتكم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، ولو عجبتكم لايك وشير للفيديو، وعايزين ان شاء الله القناه توصل لاكبر عدد. كل سنه وانتم طيبين.